عمرك حسيت وانت بتتفرج على فيديو ان كل حاجه تمام، الاضاءه، كواليتي الكاميرا، الموسيقى اللي في الخلفيه، بس في حاجه ناقصه انت مش حاسسها، حاجه غريبه؟ هو ده السر اللي هنعرفه النهارده. تعال اقول لك. اهلا بكم، معاكم محمد رفعت في فيديو جديد عن الصوت. دلوقتي هسمعك مثال سريع عن الصوت علشان تقدر تشوف الفرق ما بين المايك التليفون اللي انا بصور بيه وما بين المايك الاحترافي اللي انا بسجل بيه النهارده. شوف الفرق، شوف الصوت عامل ازاي، شوف احساسه واصل ازاي، شوف الكاركتر اللي طالع من المايك. ومعظم الناس اللي بتستخدم مايك التليفون او المايك العادي ممكن تسجل صوت، لكن مش بنفس العمق والتأثير. وده الجزء المهم اللي هنتكلم عليه النهارده، وتقريبا انتوا لاحظتوا الفرق جوده الصوت اللي انا بصور منها دلوقتي هتكلم عن المايك اللي انتوا سامعين منه الصوت دي، هو الاوديو تك AT2020 USB. مايك حساس جدا، بيلقط اداء التفاصيل، مايك ليه كاركتر، كل كلمه كل نبره بتوصل كامله. سهل التوصيل على الكمبيوتر او التليفون اللي انت بتصور منه او الكاميرا. الكمبيوتر انت بتوصل اليو اس بي، هو بلاج اند ريكورد بدون اي اجهزه اضافيه. هو مايك فيه انترفيس داخلي او كارت صوت داخلي، مش هتحتاج تجيب له كارت صوت منفصل، فمفيش مجهود ممكن تعمله وانت بتسجل. مناسب جدا للبودكاست، الغنى، التعليق الصوتي. مايك احترافي، الصوت واضح ونقي وليه شخصيه وليه احساس. حتى لو بتسجل من البيت هيطلع الصوت احترافي. اي حد بيبدا يستخدمه هيلاحظ فرق كبير جدا في جوده الصوت. الصوت بيطلع ازاي؟ الصوت بيطلع طبيعي نقي وليه احساس. نخش لتاني نقطه، هو الهندسه الصوتيه. انا مش اكتر حد ممكن افهم في الهندسه الصوتيه، بس في تريكات لازم ناخد بالنا منها عشان ندي شخصيه لصوتنا. دلوقتي تقدر تعمل بعض التعديلات البسيطه قوي على برامج زي اوديسيتي، ادوبي اوديشن، وفي برنامج اختراع كنز هو دافينشي ريزولف. برنامج ممكن تمنتج عليه، تعدل الصوت عليه، تلون او تعمل كلر جريدنج عليه وتعمل مؤثرات. بجد برنامج خرافي هيغنيك عن برامج كتير قوي ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني. البرامج دي بتديك حريه تخلي صوتك ليه شخصيه، ليه احساس، زي ما تحس وانت بتتكلم طبيعي. التعديل مش مجرد تعديل، ده بيخلي كل كلمه بتحكي قصه وكل سكوت يحسسك باللحظه. المايك بيجمع اللحظه، لكن الصوت الحقيقي بيخلق من احساسك، من نبرتك، من سكوتك. وافتكر دايما الصوت ممكن يتنسي، الموسيقى ممكن تتحرك، لكن الصوت هو اللي بيوصل احساسك، هو اللي بيخلي الناس تحس بيك قبل ما يشوفوك. ويمكن اللي شفته دلوقتي مش كل الحكايه، يمكن ده مجرد جزء صغير قوي من الصوره. وانا معاكم محمد رفعت. لو وصلت للنهايه دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه، وتتابعني في اللي جاي ان شاء الله، لان اللي جاي مش عادي.